من اكتر التخصصات اللي انا بحبها جدا وبعتز بيها happiness and emotional fitness coach. يعني ايه كوتش السعادة واللياقة الشعورية؟ يعني ايه اللياقة الشعورية؟ ان انا بخلي الواحد كده زي ما بيروح الجيم عشان يكون عنده عضلات وكتل عضلية في جسمه بالظبط. انا في الجلسات او في الكورسات اللي بديها بزود عندك حتة انك يبقى عندك فتنس في المشاعر، يبقى عندك لياقة شعورية، يبقى عندك عضلات كده هوت وانتي بتتعاملي مع مشاعرك. فلو انت مثلا ممكن موقف صغير جدا يحسسك بحزن 10 ايام، شهر، سنة، من كتر ما بتكتشفي نفسك وتتعرفي على نفسك انت ممكن يكون نفس الموقف يحسسك بحزن لمدة يومين 3. هو ده الفتنس بتاع المشاعر. هل معنى ان الواحد يكون عنده لياقة شعورية ان هو كده هيصبح انسان ما بيحسش او عنده لا مبالاة، ما بيحزنش، ما بيغضبش، ما بيخافش، ما بيقلقش؟ اكيد لا طبعا. هو كل اللي بيحصل ايه؟ ان انتي بتدربي نفسك انتي اللي تتحكمي وتسيطري في الشعور. لما يجيلك الشعور دوت تحسيه وتعيشيه جدا جدا، بس ما تغرقيش فيه بالاسابيع والشهور والسنين وتبقي اسيرة وسجينة الشعور دوت ويبقى هو اللي متملكك طول الوقت. بتبقي انتي اثناء ممارستك ليه تمرينات معينة وانك بتحرري مشاعرك اول باول، فبقى عندك قوة داخلية بتخليكي انتي اللي تعرفي تتغلبي على الشعور، مش هو اللي يغلبك.